كيبدا الفيلم مع جانية اللي كتعيش مع بنتها اريا. غير شويه ديال اللقطات من الدار ديالهم كيبينوا لينا باللي بصح كتعاني باش توفر لبنتها الضروريات. كتفيق على الغوات من مولا الدار اللي كتفكرها باللي خاصها تخلص الكرا. اريا كتشكي لامها باللي كيتعرضوا ليها المدرسين واصحاب القسم حيت ما عندهاش 40 دولار باش تاكل في الغداء في المدرسه. كطمنها جانية وكتقول لها باللي غادا تجي الفلوس اليوم حيت خدمتها غادا تخلص، ولكن حتى خدمتها المشاكل تابعينها. جانية خدامه في واحد السوبر مارشي ومكلفه بالفلوس في لاكيس وحياتها عامره بالمشاكل، وزيد عليها الزبناء اللي هما ما عندهمش الرحمه وكيزيدوا غير يفقصوها. وفوق من هادشي زيد عليها الباترون ديالها ريتشارد اللي كيغوت عليها بزاف. وبينما كانت كتوجد باش تنظف الارض جاها التليفون من المدرسه ديال اريا كيطلبوا منها تجي ضروري وفي اقرب وقت. بعد ما طلبات وتوسلات بزاف ريتشارد سمح ليها تخرج غير نص ساعه. مشات جانية للبنك باش تسحب الفلوس اللي بقاو ليها في الحساب 47 دولار، ولكن البنك رفض حيت الا سحبتهم غادي يبقى الحساب ناقص على الحد الادنى اللي كيخليها يبقى محلول. وصلت جينية للمدرسه ولكن لقات ان المعلمه كانت عيطات لخدمه الحمايه ديال الاطفال. جاو الناس ديال الدائره وخدوا اريا بدعوه الاهمال. جانية كانت محطمه ومجروحه في خاطرها، جرات للخدمه ديالها وكتمنى تلقى الصالير ديالها حيت هذه هي الفرصه الوحيده باش ترجع بنتها. من كثرات ما كانت زربانه بغات تختصر الطريق وتزوجت واحد الطوموبيله، ومول الطوموبيله بدا كيغوت عليها وزاد دخل فيها بالطوموبيله ديالو. جات بوليسيه للبلاصه ولكن المفاجاه كانت ان داك الراجل حتى هو بوليسي وبدا كيهددها، ولكن البوليسيه طلبات منه يمشي وهي غتحل المشكله. وطلبات من جانية توريها البيرمي ديالها، والمشكله ان البيرمي ديالها كانت الصلاحيه ديالو سالات. البوليسيه دارت ليها مخالفه وحجزات ليها الطوموبيله. ومنين وصلت جانية للسوبر مارشي متاخره بجوج سوايع جاتها الضربه اللي ما كانتش في الحساب. ريتشارد قال لها باللي طردوها حيت عطى الخدمه لوحده اخرى. بدات جانية كترجاه وكتبكي ولكن قلب ريتشارد كان بارد وما تحرك فيه والو. وسولته على الشك ديالها الاخير قال لها غادي يوصلها في البوسطه وما غاديش يعطيه ليها دابا، ولكن جانية ما مشاتش حيت محتاجه الفلوس وهي كتقنع فيه باش يعطيها الشيك. دخلوا جوج شفاره مسلحين وبغاو يسرقوا ريتشارد. جانية دخلت مشدات الياس وفي وسط الروينه ضربات واحد منهم بالقرطاسه. ريتشارد عيط على البوليس وحاول يلصق ليها التهمه كامله، وفي لحظه خوف هستيريه حتى هو ضرباتو بقرطاسه. ومن بعد ما قتلت الشفار وريتشارد خدات جانية الشيك ديالها ومشات للبنك اللي مقابل السوبر مارشي وطلبت منها البنت اللي سميتها تيسيا باش توري شي حاجه كتثبت الهويه ديالها قبل ما تصرف ليها الشيك. ولكن جانية تفكرت باللي ما عندها حتى ورقه وبدات كترجاها، ولكن تيسيا ما قدراش تخرق قوانين الخدمه. وفي اخر محاوله وراتها الفردي اللي خداتو من عند داك الشفار. الموقف تقلب بسرعه ولات بحال شي عمليه سرقه. الموظفه ضغطت على الزر ديال الانذار الصامت. المديره ديال البنك نيكول توصلت باتصال من البوليس وعطاتهم وصف ديال جانية. دابا المحققه كي ريموند كانت بدات كدير تحقيقات في بلاصه الجريمه اللي وقعت في السوبر مارشي. من بعد ما شافت الكاميرات المراقبه وهضرات مع الشهود عرفت ان السميه ديال المشتبه فيها هي جانية. نيكول حتى هي اكدت باللي نفس السيده دابا اللي كتسرق البنك. جانية فقدت السيطره على راسها وولات كتغوت بطريقه هستيريه ومنين فهمت انهم كيتعاملوا معها بحال شي شفاره ديال البنوك وهي اصلا ما كانتش ناويه دير هادشي. خلات شي الرهائن يخرجوا وفي الاخير بقات غير نيكول وجوج من الموظفين ديالها اللي من بينهم تيسيا ومعهم مرا كبيره في السن. والامور كانت غادا تهدى حتى شافت جانية ناقل التلفزيون المباشر ديال اللي وقع دابا وشافت البوليسي اللي ضرب ليها الطوموبيلتها وهدت حياتها. ولات خايفه بزاف على راسها. من الاول بينات المحققه ريموندا تعاطف كبير مع الحاله ديال جانية، وهذا الشيء زاد اكثر منين عرفات باللي حتى هي طردوها من الدار اللي كانت ساكنه فيها. واحد من الرهائن داير لايف وبدا كيصور الحوار بين ريموندا وجانية مباشره، والهضره اللي قالتها جانية على الظلم اللي تعرضت ليها من طرف النظام حرك القلوب ديال الناس، وحتى ريموندا تاثرت بها بزاف. بين
باللي ريموندا كانت الوحيده اللي باغا تحافظ على حياه جانيا. ريموندا قالت لها على واحد السر، وقالت ان حتى هي ومامها عرفوا شنو معنى تكون ما عندك والو، وشنو كيدير بينا الاهمال ديال المجتمع والناس اللي ما كيهتموش بمعاناه الاخرين. وهذا الشيء علاش حسات براسها قريبه ليها بزاف وتعاطفات معها. ومنين دخلت مكتب التحقيق الفيدراليه في الموضوع ولات الامور اخطر على جانيا. باين باللي FBI واجدين يقتحموا البنك وما عندهم حتى مشكل يقتلوها. واخيرا لقات ريموندا البوليسي اللي كان هدد جانيا قبل وطردادو من المكان وجريت عليه من البلاصه، وقالت لها جانيا باللي دابا ما يقدرش يضربها حتى واحد. جانيا بينات عليها بدات تفكر تستسلم، ونيكول مديرة البنك اللي ولات متعلقه بها عاونتها باش تاكد بلي داك البوليسي مشى بصح. اخيرا بينما كانوا الناس ديال FBI يقطعوا الاشاره على التليفون ديال جانيا، جاها التليفون بالام ديالها وقالت ليها ان اريا ماتت البارح. هنا كيبين لينا كيفاش الفيلم كيبين الحقيقه المره ديال المده الطويله اللي كانت فيها جانيا غير مستقره. اريا ما كانش معها طول هذا النهار وما جاها حتى اتصال من المدرسه ديالها، بل غير التليفون كيطلب منها تخلص الفاتوره. ومع ذلك باين ان جانيا ما كانتش كتخيل كل شيء وماشي غير هما. وعلى الارجح المشهد اللي وقع في المدرسه مع موظفين ديال خدمات الاطفال كان بصح، ولكن جانيا عاودت التخيلات بطريقه مشوشه بحال شي كابوس ديال الصدمه نفسيه. اريا تولدت قبل الوقت وكانت ديما مريضه، وعلى ما كيبان خدمات الاطفال عطاوها لجدتها باش تربيها. وفوفاه اريا هي اللي خلات جانيا تنفجر ودير هاد الشي كامل وتخرج على السيطره. ومن بعد هذا الادراك المؤلم والمحزن بين ان جناية فقدت السيطره على راسها، وفي FBI دخلوا بالقوه وقتلوها قدام نيكول اللي خداوها بعيد. ولكن هذا الشيء ما كانش بصح، جانيا كانت غير كتخيل موتها وهي في حاله ديال الرعب والصدمه. نيكول رجعتها للواقع وشدتها من يديها وخرجتها معها، وهكا فرقات FBI ما قدروش يطلقوا عليها النار. المحققه ريموند خرجت من الصف وقدمت راسها باش تعتقل جانيا قبل ما شي حد يأذيها ويضربها. ومن خرجت شافت الناس مجموعين برا كيأزروها، الناس من كل مدينه تأطروا بكلامها وتجمعوا قدام البنك باش يبينوا ليها الدعم ديالهم. وجانيا بين عليها اول مره حست بشويه ديال الراحه حيث شافت بعينيها ان هاد الناس كيشوفوا فيها الضحيه ماشي مجرمه. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيلم. نتمنى يكون عجبكم الملخص، وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بالجديد ديالنا. شكرا على المشاهده، نشوفكم في فيديو جديد.